ساره، انت خلاص اكسبتد معانا، مرتبك هيكون 100 جنيه. يعني كده اتقبلت. عايزه اشكر حضرتك جدا جدا، انا تعبتك معايا بجد، شكرا ليك. اتفضلي يا ستي، ادي مرتبك اهو. نعم. مرتب 5 جنيه؟ في ايه يا ساره؟ احنا اتفقنا ان مرتبك 100 جنيه، بس ده جروس سالري. نعم، لا اتفضل. بص يا صديقي، على قد ما المعلومه دي تبان تكون تافهه جدا لناس كتير، بس في ناس كتير قوي ما تعرفش الفرق ما بين الجروس والبيزك سالري. عشان كده دايما بنقول لكم انتوا في اي انترفيو ما تكسفوش ابدا انك تسالوا. حقكم تسالوا، حقكم انتوا تطلبوا الكونتراكت تسالوا على اي بوينت فيها بحق اي حد وحق اي موظف، عشان ما يحصلش نفس الموقف ده، لان الموقف ده بتحصل مع ناس كتيره جدا. شخص بيكون مثلا قعد تريننج مثلا اسبوعين او شهر، بعد كده بعد اول شغل ليه او بعد مثلا شهرين من شغله عامه بيكتشف ان لا يا جماعه ده المرتب اللي انتوا متفقين عليا معايا مش ده اللي انا مضيت عليه. الجروس هو المرتب بتاعك الشامل كل حاجه، قبل الضرايب وقبل التامينات، ولو في ميديكال مرتبك شامل كل حاجه. النت سالري كاش سالري، ده اللي انت بتاخده كاش هوم، بتاخده تروح بيه. ليتس سي ان المرتب بتاعك هو 100 جنيه، ده المرتب الشامل او الجروس سالري. غالبا هيكون النت سالري بتاعك هو 75 جنيه او 70 جنيه. مهم جدا وانت بتسال الاتش ار تقول له النت سالري بتاعي كام. لو العقد بتاعك مكتوب فيه الجروس سالري بس، لازم تكون عارف النت سالري بتاعك كام قبل ما تحط رجلك في الشركه. انا بتاع شغل، عشان كده انت محتاج تسمع الكلمتين دول.